هو انت ليه بتكره الدواء او ليه مش بتحب تاخد الدواء؟ انا مش بتكلم في الدواء بتاع الاطفال اللي بطعمه مر، انا بتكلم فيك انت راجل كبير مش بتحب تاخد الدواء. في ناس بتقول لك والله انا بحس ان البني ادم عنده مناعه لوحده كده وبيخف منه كده مع نفسه، وفي ناس بتقول لك اصل الحقيقه انا مش بحب الكيماويات وبخاف من الاعراض الجانبيه بتاعتها. في ناس تانية بتقول لك والله انا خايف اتعود عليه، او اللي يقول لك ان انا خايف لما اخده باستمرار ابقى كده بقيت مريض مزمن. الحقيقه كل دي اسباب بنسمعها يوم بعد يوم وبنشوف منها كتير جدا. الدواء في الأساس الغرض منه الرئيسي إن هو يقضي على مرض معين. بيتم تصنيع الدواء ده يا إما من مادة طبيعية أو من مادة كيميائية أو من أعشاب أو من كائن حي وخلافه. وعشان الدواء ده يظهر ليك بالصورة اللي انت بتشوفها في الشريط بتاعه لازم يمر بأربع مراحل أساسية. المرحلة الأولانية هي مرحلة النظرية، يعني نظريا إن أنا دلوقتي لو أنا عندي حرارة باخد خافض حرارة يبقى أنا هتحسن. لو أنا مريض عندي ارتفاع في الضغط فالدواء ده بيوسع الشرايين شوية فبيساعد على إنزال الضغط. فالمرحلة النظرية دي مجرد ما بتتم بينتقل بعديها للمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي مرحلة التجارب المعملية. وطبعا عشان خاطر إن احنا نجرب على إنسان مرة واحدة فبيتم الاستعانة ببعض حيوانات التجارب زي الفئران على سبيل المثال. وبعد ما يتم التأكد من فاعلية الدواء أولا وسلامته ثانيا بيتم تجربة الدواء على الإنسان وهي المرحلة الثالثة. والمرحلة الثالثة بيتم الاهتمام أساسا بالأمان أولا، يعني نطمن الدواء ده قليل الأعراض الجانبية أو منعدم الأعراض الجانبية. وثانيا يتم الاهتمام بالفعالية، وبعد ما اتأكد من فعالية وأمان الدواء ينطلق الدواء في المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي مرحلة التجارب على كميات أكبر بكتير من البشر، يعني التجارب بتبقى على الآلاف، وبجيب الآلاف دول وأقسمهم لجزئين. الجزء الأولاني بديله الدواء وأشوف فعاليته أخبارها إيه، والجزء الثاني يا إما ما بدلوش دواء من الأساس أو إن أنا بديله دواء شبهه بس ما فيهوش اي ماده فعاله. وعلى حسب نوع الدراسه في ادويه بيتم دراستها لشهور بسيطه وفي ادويه بيتم دراستها لسنين طويله عشان نتاكد من الفعاليه والامان. مش بس كده، ده بعد ما الدواء بينزل السوق كمان بتتبع منظمه الدواء والغذاء الامريكيه او المعروفه باسم الاف دي اي عشان تتاكد ان بعد استخدامه للبشر ما حصلش اي مشاكل، لان لو حصل اي اعراض جانبيه ما كانتش مذكوره في الدراسات اللي قبل كده بيتم سحب الدواء من الاسواق لمره ثانيه. يعني معنى الكلام ده ان الدواء عشان يجي لك بالشكل اللي انت بتشوفه في علبته ده بيمر بتجارب ومراحل كتيره جدا من التصنيع. طب مش عيب بعد كل المجهود ده ان انت تكسر بنفس الناس دي وما تاخدش الدواء؟ والله عيب.